مرض العصر اللي كلنا بنمر بيه دايما بيخلي مزاجنا متلخبط وحاسين على طول بالحزن واليأس والإحباط والقلق. وبيجي علينا وقت بنحس بالذنب ودايما بنلوم نفسنا، وده بيخلينا نتعصب كتير، ودايما بنفكر في الماضي وبنخاف من المستقبل. بقينا حساسين زيادة عن اللزوم، ودموعنا على طول محبوسة جوه عيوننا. كل ده بيأثر على تفكيرنا وعلى سلوكنا، لحد ما بيجي وقت بنكون خلاص مش قادرين نكمل في الحياة، مش عايزين نعيش، وحالات كتير جدا بتفكر في الانتحار، ودي أصعب مرحلة ممكن تمر بيها في حياتك. عزيزي، لازم تعرف إنه صعب جدا تخرج من المرحلة دي غير بالعزيمة والإرادة اللي هتاخدها من ربنا. مش هقولك خلي شخصيتك قوية، علشان اللي شخصيته قوية بيمر برضو بمرحلة اكتئاب. اسمعني بهدوء، احنا دلوقتي عندنا كارثة كبيرة جدا، وهي ان الاكتئاب بقى عند الأطفال، وده الأهل السبب فيه. لما الأب والأم يحاربوا بعض بسلاح أولادهم، ده بيخلي الأولاد يحسوا بالحزن والقلق اللي بيوصلهم للاكتئاب. وكمان هنلاقي الاكتئاب عند المراهقين وكبار السن، لكن ده طبيعي جدا. هنا بقى اسأل نفسك سؤال: ايه اللي وصلك لمرحلة الاكتئاب؟ هل انت مش عندك ثقة بنفسك؟ على طول حاسس بالتشاؤم؟ بتعتمد على اللي حواليك بشكل كبير؟ اتعرضت لصدمات كتير في حياتك؟ في مشاكل في البيت؟ هل الاكتئاب وراثة في العيلة؟ كل دي أسئلة اسألها لنفسك، وجاوب على نفسك بصراحة من غير ما تقلق أو تخاف. تعال أساعدك وأقولك إن الاكتئاب ليه أنواع كتير جدا. في اكتئاب شديد، وده هتحتاج فيه إنك تستشير طبيب نفسي وتاخد أدوية اللي لازم تهدي من الضغوطات اللي جواك. وفي اكتئاب مستمر، وهنا دايما بتحس بالإجهاد الشديد، وبتكون مش قادر تعمل أي حاجة حتى لو كانت بسيطة. وخلي بالك من الهوس الاكتئابي، المرحلة دي بيكون جواك حالة من الازدواجية. في الوقت اللي بيكون عندك اكتئاب، في لحظة من غير أي مبرر بتحس بالنشاط، وبيكون عندك طاقة مش طبيعية. وفي اكتئاب بتمر بيه بسبب الظروف والأحداث اللي بتمر بيها. وأكيد طبعا مش هننسى الاكتئاب اللي سببه تغيير الهرمونات جوه جسمك، وده بيتأثر بيه الجنس الناعم اللطيف بعد انقطاع الدورة الشهرية أو أثناء الحمل أو بعد الولادة، وده اكتئاب طبيعي. وكتير مننا بيوصل للاكتئاب الغير منطقي في إنك تكون مش قادر تفهم نفسك، فبتضغط على نفسك كتير جدا، ومن الضغط بتحس بتقل في دراعك ورجليك، وممكن توصل للشلل المؤقت. خليني أدردش معاكم ونفكر في علاج للاكتئاب اللي كلنا بنمر بيه. أكيد طبعا مش هقولك كلام مكتوب أو منقول، ولا هديلك حكم ولا مواعظ، بس لازم نعرف إن عقلنا هو اللي بيسيطر على مشاعرنا وإحساسنا. كل فكرة بتمر في راسك بتتحول لحقيقة، وأفكارك هي اللي بتخلق مشاعرك، ومشاعرك بتتحول لإحساسك، وإحساسك ده بيعمل ترددات جوه عقلك. الترددات دي عاملة زي المغناطيس، بتجذب الطاقة اللي انت بتفكر فيها، وكل ده بيحس بيه جسمك. فجسمك هنا ليه الدور الأكبر، لأنه ببساطة عامل زي الصيدلية المتحركة. بس مجرد ما بتفكر بفكرة إيجابية أو سلبية لمدة 3 دقايق بس، جسمك بسرعة بيفرز هرمون بيغير مشاعرك ومزاجك كله. فأفكارك بتخلق الواقع اللي انت عايشه. علشان كده لازم تشحن عقلك بالحاجات المريحة. امسك الورقة والقلم، مفيش حل تاني. اكتب وشخبط وارسم
كل المشاعر اللي جواك. صدقني في لحظة هتلاقي نفسك وصلت لحل المشكلة أو أخدت قرار مصيري هيغير حياتك للأحسن. الخطوة التانية ودي مهمة جدا، لازم تعمل تمارين الاسترخاء. خد نفس عميق وخرجه بهدوء. هقولك ليه. التنفس العميق ده هيحميك من السرطان اللي أساسه الزعل والحزن والقلق والاكتئاب، وده علشان التنفس العميق هيساعد الأكسجين إنه يوصل لجسمك كله فيقوي جهاز المناعة جوه جسمك. آخر خطوة، استغل التكنولوجيا أو وسائل التواصل الاجتماعي بشكل صحي. إزاي؟ دلوقتي في تطبيقات على الإنترنت تقدر تحدد لك أنت عندك اكتئاب فعلا ولا بتمر بحالة عصبية وهتعدي، والتطبيقات دي مجانية. وكمان في مواقع خاصة بزيارة الطبيب النفسي على الإنترنت، وده ممكن تتكلم معاهم وانت في البيت من غير ما تحجز في عيادة ومحدش هيعرف. الموضوع ده بيكون في سرية تامة. وفي النهاية لازم نعرف إن الشخص المكتئب محتاج حد يسمعه، فخلي بالك اوعى تغلط وتتكلم مع أي حد، وده علشان الناس قلوبها متغيرة، النهاردة تسمعك وبكرة تحاربك باللي سمعته. أنا مش بخوفك أكيد، لكن لما تحب تتكلم اتكلم مع شخص حكيم ومتدين وأمين، وطبعا دايما تخلي كلامك مع اللي خلقك. ربنا بيحس بيك، اعرف ده كويس. ولو جيت تسألني أنا إزاي بقدر أخرج من مرحلة الاكتئاب في حياتي، هقولك بتكلم مع ربنا وحده، وبعمل تمارين التنفس العميق، ودايما حاطة قاعدة في حياتي وهي إن محدش بينفع حد. وبصراحة كده بمشي بمبدأ طز في كل حاجة ممكن تزعلني. الحياة رحلة، استمتع بيها. في أمان الله.